يقول لك هل بن شرقي وتريزيجيه اضافه لفريق الاهلي المصري؟ اعتقد 4 5 لعيبه جابوهم فريق الاهلي المصري. يقول هل هم لعيبه سوبر؟ تفضل ابو احمد اذا عندك تملك الاجابه. جيدين صحيح، وبلا شك بيضيفون للاهلي، لان الاهلي اليوم كبيئه بيئه ايجابيه، بيئه لعيبه سوبر كابتن. انت تعرف شو معنات السوبر؟ ما في سوبر في الوطن العربي حاليا الا في السعوديه فقط. بس في الوطن العربي ما في سوبر نفس تريزيجيه مش سوبر، بن شرقي مش سوبر. لا، السوبر في دوري الروشن فقط. عطني لاعب سوبر في فريق الاهلي المصري. عطني لاعب سوبر. الشناوي سوبر، واحتياطي مصطفى شوبير. مصطفى شوبير سوبر طبعا. لا ده موهبه كبيره كمان. تعال شوف امام عاشور في احسن لاعب. امام عاشور سوبر، احسن لاعب في افريقيا ومصر. سوبر مصري، افريقيا واخد احسن لاعب في افريقيا. سوبر مصري. ولا يا عبد الله، الاهلي سوبر عالمي، والدليل انه حط عليكم، والدليل انه حط على الكبار بتوعكم، الهلال والاتحاد في كاس العالم للانديه. ده الهلال والاتحاد اللي متصدرين الدوري السعودي واخدين 7 من الاهلي، 4 الهلال و3 الاتحاد في كاس العالم للانديه. الاهلي عامل لك تعب نفسي، الاهلي عامل لك تعب معنوي، الاهلي عامل لك صداع. بتصحى من النوم على كوابيس اسمها النادي الاهلي المصري، عمال تكلم نفسك انت واللي معاك ازاي الاهلي بيعمل فينا كده، ازاي الاهلي المصري بيحط علينا، ازاي الاهلي المصري يهين الاكابر بتوعنا في كاس العالم للانديه، ازاي الاهلي المصري يرزع الهلال 4، ازاي الاهلي المصري يرزع الاتحاد 3 في كاس العالم للانديه قدام كل الناس، قدام انفانتينو وقدام رئيس الاتحاد الاسيوي ورئيس الاتحاد الافريقي وقدام العالم كله. هو الاهلي بيعمل فينا كده ليه؟ ليك حق تتعب، ليك حق تنهار، ليك حق تبقى متغاظ ومغلول من النادي الاهلي. بتكلم نفسك يا عيني، بتقول الاهلي المصري اللي ما بيصرفش 5% من اللي احنا بنصرفوه، حط على الهلال وحط على الاتحاد وحط على العين وحط على الدحيل. هي شغلته يحط على فرق الخليج اللي بتصرف مليارات، اللي بتصرف قده 10 مرات. حرام كده اللي الاهلي بيعملوا فينا ده، حرام. الاهلي تعبنا يا ناس، ليك حق تكلم نفسك في الشارع. الغل والحقد اللي طالع منك، الدوري الروشن السعودي اللي فيه السوبر، ما تخليناش نتكلموا بقى، ما تخليناش نقولوا بقى على خيبتكم. نيمار اللي لعب دقايق خد منكم ملايين الريالات وملايين الدولارات. يا ابني ده انت بيجيلكوا اللعيبه اللي خلاص انتهت صلاحيتها في اوروبا. رونالدو خلاص ما كانش قادر يقف على رجليه في اوروبا فجالكوا يلعب في الدوري السعودي. بنزيما نفس الكلام، اما وصل 34 سنه وخلاص شطب مع ريال مدريد وانتهى، جه يلعب في الدوري السعودي. وكذلك ماني وكذلك رياض محرز. ده الناس اللي اتحالت على المعاش في اوروبا هي اللي بتيجي تكمل عندكم في الدوري السعودي. يا ابني سوبر مين اللي عندكم حاليا في الدوري السعودي؟ انت بتضحك على نفسك. هي اسماء سوبر في السابق، كانوا في الماضي اما كانوا في اوروبا لعيبه سوبر، انما عندكم هم لعيبه منتهيين الصلاحيه. هو ماني ده هو ماني بتاع ليفربول يا راجل يهبل، هو بنزيما ده هو بنزيما بتاع ريال مدريد يا راجل يهبل، هو نيمار ده هو بتاع برشلونه وبتاع باريس سان جيرمان يا راجل يهبل، اللي لعب ثواني عندكم وضحك عليكم وخد فلوسكم. هو رونالدو نفسه، هو رونالدو بتاع مانشستر يونايتد ريال مدريد. يا راجل ما تضحكش على نفسك، ده رونالدو مش قادر يقف على رجله. ده رونالدو لما بيجيب ضرب الجزاء دلوقتي في الدوري السعودي بيجري زي الاهبل يحتفل. يا راجل هو رونالدو عارف ياخد نفسه؟ يا راجل هو رونالدو عارف يقف على رجله؟ يا راجل ده رونالدو لما بيلعب مع منتخب البرتغال اخره يجيب جون في مالطا ولا بتاع. انما لو البرتغال اتصدرت في منتخب محترم زي المانيا ولا هولندا ولا اسبانيا، رونالدو ما بيلمس الكره طول المباراه. سوبر مين يا ابو سوبر اللي عندكم ده؟ بيجوا عشان يضحكوا عليكم وياخدوا فلوسكم. لعيبه زي ما بقول لك تاني خلاص في سن الشيخوخه واتحالت على المعاش. انما الاهلي المصري حاطط عليك يا ابو 4 من الاهلي المصري، يا ابو 3 من الاهلي المصري. رجال اشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا.